كنت قلت لكم قبل كده على موقع عربي اي في فيديو شورت كده، بس في مميزات معينه كان لازم اعمل لها فيديو طويل كده اليوتيوب، ونقعد ان احنا نرغي مع بعض بقى حبه حلوين واوريكم المميزات اللي هي فعلا موجوده في الموقع ده واللي انت ممكن تستخدمها، واللي هي مش موجوده في مواقع تانية او موجوده في مواقع تانية لكنها مش عربيه وما بتعملهاش برضه في نفس الوقت بالطريقه اللي هو بيعملها دي. مبدئيا الموقع ده هو عربي اي، تقدر تخش عليه بكل سهوله، تعمل ساين اب وخلاص انت كده دخلت جوه الموقع. خليني بقى اقول لك الميزه اللي انا عايز اوريها لك. اول ما تخش عليه كده هتلاقي كذا حاجه، عندك مثلا عربي جي بي تي، وده اللي هو بيبقى كانه تشات جي بي تي عادي خالص، ترد عليه يعمل لك حاجه معينه، الكلام ده كله. بعد كده عندك هنا قسم الكتاب. قسم الكتاب ده بقى تقدر انت تعمل فيه حاجات كتير جدا، زي انت تكتب ايميلات او رسائل، كتابة محتوى للشركات، كتابة النصوص، كتابة الإعلانات، كتابة كلمات البحث، منصات التواصل الاجتماعي. كل ده تقدر ان هو تطلب منه حاجة معينة ويعملها لك، اللي تخص مثلا عايز الإيميلات تدوس هنا مثلا على إيميلات، تقول مثلا انت عايز انت تعمل بريد إلكتروني، تكتب بقى الاسم والكلام ده كله والحاجات اللي انت حتى عايز تكتبها، وهو هيعمل لك إيميلات الإيميل اللي انت عايزه أو عدد الإيميلات اللي انت عايزها. وبعد كده عندك بقى جوه كل واحد زي ما انت شفت كده ادوات تانية، يعني انت عندك جوه الايميلات مثلا 11 اداة تانية، عندك جوه كتابة المحتوى للشركات عندك 15 اداة ممكن تستخدمها حاجات مختلفة، كتابة نصوص عندك بص حرفيا 13 اداة، عندك في كتابة الاعلانات برضه تقريبا 11 اداة، 7 ادوات. فعيش بقى. تمام، دي كده كانت حاجه من الموقع. انا بس ايه الاول بعرفك الموقع، بعد كده هقولك الميزه اللي انا جاي لك فيها واللي احنا هنركز عليها في الفيديو ده. بعد كده برضه عندك هنا قسم الصور. قسم الصور ممكن تعمل حاجات كتير قوي، تحول النص بتاعك لصوره زي كده اسمه ايه ده، ميد جيرني. ممكن برضه انت تحسن جوده الصوره زي مثلا ابلكيشن اللي هو ريميدي تقريبا، او انت حتى ترسم الصوره، تشخبط كده الصوره وبتاع، يعني كانك ترسمها كوكي وهو يحولها لك لرسمه فعليا، طلع لك نتائج كويسه جدا زي ما انت شايف. او ان هو يمسح لك الخلفيه بمنتهى السهوله، او حتى تغير الخلفيه بتاعت الصوره. يعني انت مثلا عندك منتج معين، لو يكن مثلا الساعه دي، تقدر انت تقوم مصورها صوره حلوه وتقوم مغير الخلفيه بتاعتها بقى على كيفك. تمام. بعد كده عندك قسم المطورين، تقدر انت تختار اي لغه برمجه انت عايزها من دول، مثلا نقول سي شارب، تقول بقى ايه الحاجه اللي انت عايزه يعملها لك ككود برمجي. فلو قلت مثلا انت عايزه يعمل لك كود برمجي للعبه معينه في حاجه معينه او ايا كان، يقدر ان هو يعمل كده بكل سهوله. فطبعا ده فاهم انت كنز لاي حد. ننزل بقى لقسم الصور، هو ده اللي احنا هنركز عليه النهارده، لان ده فعلا مش يعني في شغل جامد قوي ومتعوب عليه. خلينا اول نروح على حول النص الى صوره. يعني خلينا نقول مثلا عايزينه يطلع صوره واحد لابس نظارة في ار وحواليه مثلا الدنيا نار او الدنيا في غابة. خلينا نعمل حاجة زي كده. تمام، قلت له الوصف بتاع الصورة اللي انا عايزها اللي انا لسه قايل لك من شوية. في بقى اعدادات متقدمة، يعني انا مثلا عايز الصورة دي الريشيو بتاعها قد ايه، الابعاد بتاعتها، فهنقول 1:1. تمام. بعد كده عايز بقى ان هو الصورة تبقى شكل انمي ولا فوتوغرافي ولا ديجيتال ارت ولا خيال ولا سينما ولا حاجة منخفضة الدقة اللي هي تبقى صور شبه الكيوبز كده، ولا 3D ولا كتاب مصور ولا نيون، ولا عندك بقى استيارات كتير جدا. فانا مثلا هقول له عايزة ديجيتال ارت، وهقول له انشئ صورة. نستنى شوية هتلاقيه طلع لك النتيجة. بان احنا مستنيين الاخ يخلص، خلينا نتكلم شويه مع بعض. يعني انت قبل كده ما حصلكش حاجه خبطت كده معاك ثواني عملت حاجه اللي انت عايزها؟ لا ما تحصلش. طب ايه، هنفضل لحد امتى كده؟ مش هنكبر كده مره واحده تلاقي ضربه كده ضربتنا ننط لفوق؟ اصل مش طبيعي اللي بيحصل. والله الواحد بدا ييأس وبدا يزهق. لو واخد بالك هتلاقي ان قللنا دلوقتي نزول الفيديوهات. في حاجات بتحصل وكده، بس عايز يكبر بقى بسرعة. وبالفعل طلع النتيجة، بس قلت ان انا عايز واحدة تانية. النتيجة اللي طلعها دي بصراحة اجمد بكتير. خلينا ننزلها كده ونشوفها مع بعض. بصوا بصراحة اجمد. طبعا كل ما هتكتب له حاجات اكتر وتفاصيل اكتر عن الصورة هيطلع لك حاجة اجمد من كده. فكده انت فهمت الفكرة، تاخدها بقى وتطبق وتبدع. خلينا نروح للحاجه اللي بعدها. الحاجه اللي بعدها ان انت تحسن الصوره بتاعتك.
يعني انت لو متصور صوره الكواليتي بتاعها مش قد كده، وعندك صوره مثلا قديمه الكواليتي بتاعها مش قد كده، ممكن انت تصورها ويحسنها لك فعلا. خلينا نجرب الحكايه دي. طيب جبت الصوره دي من النت، شخص متصور، خلينا ان احنا نجرب نعلي الكواليتي بتاعها. نقول له تحسين، بالفعل طلع لي الصوره والنتيجه مبهره. خلينا نحطهم هما الاتنين جنب بعض كده. اخد بالك من الفرق؟ والله ده ما اديتنج ولا اي حاجه مني، ده هو عمل كده فعلا. انت متخيل؟ هنا اساسا وش الولد يعتبر مش باين، والتيشيرت ملامحه مش باينه قوي. هنا بص حصل ايه، حرفيا عدل لك كل الوشوش اللي موجوده، وبرضه عدل من الخلفيه بشكل كبير جدا. تعال نخش على الاداه اللي بعدها. طيب اللي بعد كده هنرسم بقى صوره نشخبط كده، ونحط زي وصف للصوره، ونشوف هيطلع لنا نتيجه عامله ازاي. طيب انا هرسم مثلا الحاجه اللي معظمنا بيعرف يرسمها، وان انا هرسم مثلا هنا شجره كده اهو، اعتقد ان هي باينه ان هي شجره. وهرسم زحليقه كده اهو، مشوها ان دي زحليقه، بيبان لها ملامح اهو. وهرسم مرجيحه مثلا اللي انا بعمله ده ماشي. وهنا بيبقى في النص كده، وهرسم بنت كده واقفه. عزو بشعة المنظر اللي انا عامله ده. طيب باختصار دي الرسمه اللي انا رسمتها، يعني مشوها ان هي بنت في زي حديقه كده او حاجه زي كده، يعني مشوها. خلينا بقى نوصف له الصوره. مش عارف بصراحه اوصفها له ازاي. لا ثواني، في حاجه نستعملها. هنا في شمس، اهم حاجه طبعا بتبقى في الرسم. طيب خليني اكتب بقى. بالمناسبه فكرتني، شفت دي؟ ما شفتهاش. بقيت مش تابع الشورت صاحبي، حقيقي مش بتابعها، لان دي نضاره البيكو 4 الفي ار، نعمل عنها محتوى بقى وبتاع وكده. قول لي كده في الكومنتات، حابب مثلا نلعب بيها ايه، نعمل بيها ايه، ننزل عليها برامج ايه مثلا. والله انا كنت بفكر العب بيها، اسمها ايه دي، هاف لايف اليكس، بس مش عارف بقى نظامها معاكم بصراحه. بيكي بلايندرز برضه ممكن نلعب بيها. بيكي بلايندرز فيها بقى شويه العاب سبورتس وبتاع، البتاع دي فيها تنس، بوكس رهيب بصراحه. بوكس ده ممكن نعمله فيديو لوحده. وايه رايكم برضه نعمل قناه تانية نخليها البتاعه دي بس، تبقى في ار بس، ولا في نص المحتوى كده في القناه، يعني في نص الاسبوع كان نزل لنا فيديو ولا حاجه؟ لان انا دلوقتي تقريبا بقيت كل يوم باخد لي مثلا ساعه ولا حاجه على البتاعه دي. وهي دي النتيجه اللي طلعت. يمكن النتيجه هنا مش افضل حاجه، لكن ممكن مع شويه شغل مع الرسمه، لان انا برضو الحاجات اللي انا راسمها دي مش طبيعيه، لكن ممكن مع شويه شغل ان احنا نرسم احسن من كده او حاجه يطلع حاجه افضل. يعني هنا مثلا بص، هو اللي رسمه ايه، رسم ديناصور بجد. انا عندي مهمه الرسم دي مش موجوده اساسا. خلينا نخش في اللي بعده. مسح الخلفيه. بالفعل الصوره اتشالت. خليني كده اوريك بس الصوره قبل ما اشيلها عشان ما قلتلكش. دي صوره راشفورد، شايف كده الملعب اهو، حطيتها عليه، شايل الصوره بمنتهى الاحترافيه بصراحه. في ثواني الصوره بقت عندي PNG. تمام، بصراحه شغل حلو قوي. خلينا نروح على اللي بعده. بعد كده بقى اللي انت مثلا تبقى مصور المنتج بتاعك وعايز انت تحط وراه خلفيه لذيذه كده، فتكتب الحاجه اللي انت عايزها ويعملها لك في ثانيه. خلينا نشوف. هي دي الصوره اللي انا هحطها، فخليني احطها واشوف. تمام كده حطيت الصوره. ايه الخلفيه اللي انا عايزها؟ ايه الخلفيه اللي ممكن نتوقعها مثلا ان هي تكون ورا برفيوم؟ خلينا نجيب شويه افكار من حسب الافكار اللي انا جبتها هنا. ان هي يا اما تبقى خلفيه سودا كده بديزاين حلو، يا اما مثلا ورد او نور، حاجه كده. يعني هنعمل اي كلام دلوقتي، بس طبعا لو انت عندك منتج فتعملها زي ما انت عايز وتكتك لها كده وتطلع نتيجه حلوه. ممكن ان احنا نخليها مثلا خلفيه سودا بتطعيمات مثلا من اللون الذهبي وبعض من الورد الاسود، وننشئ صوره ومتاكد ان هو هيطلع حاجه مش كويسه بسبب اللي انا كاتبه ده بصراحه. وحقيقي اكتشفت برضه ان الفيرتشوال رياليتي والميتافيرس بقى وبتاع خطأ فعلا. اقول لك ليه؟ لان انت بتتسحل، انت ما بتبقاش اخد بالك انت فين. انت ممكن مره واحده تبقى واقف كده، انت خلاص انت اول ما تلبسها انت عارف ان هنا مثلا التلفزيون، هنا الكنبه، هنا مش عارف السي وكده. من كتر بقى ما بتخش جوه دي وخلاص انت مصدق ان انت فعلا بتعمل الحاجه دي، بتنسى ان انت لابس النضاره، تبدا بقى تخبط بقى في ده وفي ده. عايز اقول لك انا كنت هكسر التلفزيون
امبارح. والله بتاع كساوس داخل فيه. لو ستر ربنا ان انا ايه ما هبتش عليه جامد، كان زمانه اتدشمل دلوقتي. فخد بالك وانت لابس البتاع دي قوي. برضه بقى عايزين ايه نشتري شويه اكسسوارات ليها. بصراحه في بتاع كده فيست اللي هو ريسبونسيف فيست ده بتلبسه في لعب ضرب النار بقى وبتاع، تقوم حاسس بقى بالضربه بقى وتحس بالريكويل بتاع المسدس وبتاع. فايه رايك؟ برضه عايزين شويه فلوس عشان نجيب بيهم الكلام ده يعني. والله يوتيوب دخلناش حاجه يعني. بص بقى النتيجه اللي طلعها بصراحه عكس ما توقعت. قلت لك ان هو مش هيطلع حاجه حلوه قوي بسبب ان هو انا مش كاتب له حاجه يعني كلام كفايه. عمل العكس، طلع بصراحه نتيجه جميله. انا بالنسبه لي مرضيه جدا. وانت طبعا لو عندك بقى منتج ولا كده اكتب له بقى تفاصيل اكتر بشويه حاجات اكتر وهيعمل لك اكتر من كده وزياده. وبس كده اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن موقع عربي اي. اشوفك الفيديو اللي جاي وسلام.